انا صعبان عليا اخويا اللي كان بيبص لي ومش عارف انا بقتله ليه. ده اعترافات سعيد المتهم بقتل اخوه، واللي راح بلغ الشرطة في كفر الشيخ بانه وجد اخوه مقتول في غيطه. طبعا الشرطة بالبحث والتحري عرفت ان الزوج المقتول كان محبوس 3 سنين، واثناء الحبس كان اللي واخد باله من مراته اخوه، وكان دايما في الزيارات بيطمنوا عليها ان هي كويسة وبخير وان هو بيراعيها. وطبعا هو كان بيراعيها لدرجة ان هو كان حل محله في العلاقة الزوجية، وحملت منه. وطبعا عشان يدار المصيبة سقطت الحمل. خرج الزوج عشان يمارس حياته. كانت الزوجة اتفقت مع أخوه على إن هي تتطلق من أخوه وتتجوزه. طلبت الطلاق من جوزها من غير ما تذكر له الأسباب. الزوج رفض إن هو يطلقها. اتفقت مع أخوه على إن هما يقتلوه، وفعلا اتفقوا على يوم تقول له تعالى نتمشى في الغيط. راح لقى أخوه مستنيه معاه شومة خشب كبيرة، ما رحمهوش ونزل عليه دش دماغه وسابه وراح يبلغ إن هو وجد أخوه مقتول. السؤال بس اللي احنا بنقوله، انت طلبت منه الطلاق وهو رفض، وانت ما تعرفيش حاجة اسمها خلع. الخلع ده اتوجد على فكرة بقاله كام سنة والناس شغالة فيه دلوقتي. بدل ما تقتلي الراجل وتدمري أخ تاني، طب ما كنت خلعتي. ولا انتوا خفتوا احسن تتجوزوا وبعد ما تطلقي ويعني يبقى شكلكم وحش؟ خفتوا على لسانه يزعل منكم يعني؟ خفتوا على زعله؟ قتلتوه. اعدام ان شاء الله.